السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، طلابنا حبايبنا أبطال الصف الأول الثانوي دفعة البكالوريا، الدرس اللي فات خدنا المعلومات والوسائط واتكلمنا عن يعني ايه معلومات ويعني ايه بيانات ويعني ايه معرفة ويعني ايه وسائط وانواعها، واتكلمنا عن ان الوسائط انواعها دي اعرف ان انا احدد من خلال الثقافه الاعلاميه اللي هو كان هدف الدرس ان انا اعرف احدد الوسائط دي وسائط تعبيريه ولا وسائط تسجيل ولا وسائط نقل وارسال، واعرف المعلومه دي اوليه ولا معلومه ثانويه. وخدنا الدرس الحمد لله بالتفصيل، وبعد كده في المحاضره اللي بعد كده الفيديو اللي بعد كده حلينا على الدرس الحمد لله، وحلينا لك التقييم الاسبوع الاول. النهارده بقى هنتكلم عن درس اخلاقيات المعلومات، والدرس ده بيتكلم عن ازاي تتعامل مع المعلومات اللي هي تكون في ايديك، ازاي تتعامل مع المعلومات الشخصيه او الغير شخصيه. يعني ايه معلومات تخصك وانواعها ايه وتفاصيلها والكلام ده. تعالى يلا بينا نخش على الدرس. هو الدرس خفيف جدا، وقبل ما ندخل على الدرس انت طبعا عايز تسالني يا مستر طب الجزء العملي، الجزء الخاص بالمنصه اليابانيه هنعمل فيه ايه؟ باذن الله باذن الله باذن الله احنا بنحضر لكم الجزء العملي الخاص بالمنصه اللي هو خاص بالبرمجه الحرفيا بقى الفعليه. والفصل الاول عندك بيتكلم عن تحرير النصوص ولغه الجافا سكريبت. طبعا هو بيتكلم عن ال HTML والجافا سكريبت والبايثون. المفروض ان انت معلش بيتكلم عن ال HTML وبيتكلم عن الجافا سكريبت والسي اس اس. طيب انت بالنسبه لي دلوقتي المفروض عشان تاخد الثلاث حاجات دول مع بعض هنتطرق فيما بعد ان انت هتبقى عارف كل لغه فيهم انا بحتاجها في ايه في الكود بتاعي. خلينا نشوف فيما بعد هنعمل ايه في الجزء ده، وهشرح لك الموضوع بالتبسيط، وبعد كده هنطبق عملي وانت معايا في الفيديو باذن الله. يلا بينا نبدا ونشوف الدرس بتاعنا بيتكلم عن ايه. بسم الله. كان بيتكلم الدرس الثاني عندنا بيتكلم عن اخلاقيات المعلومات، وبيبدا لنا الدرس بتعريف عن اخلاقيات المعلومات، الاسيتس او الاسكس انفورميشن، والمفاهيم. بيقول لك ان ده المفاهيم والتوجيهات الاساسيه اللازمه للقيام بانشطه مناسبه في مجتمع المعلومات. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك يعني اخلاقيات المعلومات دي انا بفهمك وبوجهك للاساسيات اللازمه لما تيجي تتعامل بانشطه للقيام بانشطه مناسبه في مجتمع المعلومات، لما يجي يكون حد انت معاك معلومه تخصه او معلومه شخصيه في مجتمع المعلومات، يعني اي ما يخص المعلومات. هذا بغض النظر عن وجود او عدم قوانين، يعني سواء في قانون بيحمي الشخص المعلومه دي او مفيش قانون بيحمي المعلومه دي، انت المفترض ان انت تلتزم بيها اخلاقيا من عندك. مش لازم يبقى في حد يعني ليه رقابه عليك اخلاق يعني قانوني عشان تلتزم بالاخلاقيات دي. انت المفروض ان انت شخص محترم تبقى عارف ان انت تتعامل ازاي مع المعلومات. وبيقول لك افتكر معايا قلنا الدرس اللي فات ان من خصائص المعلومات انها تنتشر بسهوله ولا يمكن محوها بسهوله. يبقى انا دلوقتي هو قصده ان انا لازم اخلي بالي في التعامل مع المعلومات عشان هي مش حاجه سهله او ان انا هقدر امسحها في اي وقت، لا يمكن محوها بسهوله. طيب في بقى شويه حاجات بيقول لك لازم تاخد بالك منها لما تيجي تنشر اي حاجه، سواء كانت نص او فيديو او صوت او صوره، اي حاجه تخص المعلومات، او خاصه بقى لما نيجي نتكلم بقى بلغه الدرس اللي فات لما تيجي تنشر حاجه خاصه بالوسائط التعبيريه لازم تخلي بالك من الكلام اللي انا هقول لك عليه ده. بيقول لك لا يجوز لك مشاركه الصور والمقاطع الفيديو التي يمتلكها الاخرون دون الحصول على اذن. يعني انا ما ينفعش اجيب صوره واحد صاحبي تغفلته في الدرس، مش عارف قاعد بياكل بطريقه مستفزه فانا رحت مصوره، قاعد مش عارف مع المدرس مثلا موقفه بيعمل اي حاجه فرحت مصوره، قفشته في وضع مخل رحت مصوره، فتحت عليه باب الحمام كده زقيت الباب ورحت مصوره مديله صوره. ما ينفعش انشر الصور دي من غير ما اقول له، يبقى لازم استاذنه قبل ايه؟ قبل ما انشر الصور دي. بيقول لك لا يجب عليك تسريب المعلومات الشخصيه، البيرسونال انفورميشن، المعلومات الشخصيه اللي هي البيرسونال انفورميشن لشخص اخر على الانترنت. ما ينفعش ان انا اجيب الصور دي واقوم منزلها على الانترنت واللي ما يشتري يتفرج ويلا بقى انا واصحابي وانزلها له في صور في عيد ميلاده. بقى انت بتستنى عيد ميلاده ده بتقعد تجمع له 50 60 صوره طول السنه عشان خاطر بس في يوم عيد ميلاده تقوم فاتحه بقى ايه على الملأ. طيب بيقول لك لا يجوز لك مشاركه الصور او مقاطع الفيديو التي يحتفظ بها الاخرون بحقوق المؤلف اللي هي الكوبي رايت عليها دون الاذن. يعني انا ما ينفعش
انزل حاجه عليها حقوق ملكيه واقوم من واخدها منزلها دون اذن صاحب الايه الحاجه دي، صاحب النص او صاحب الكتاب او صاحب الصوره او صاحب الفيديو، وهو الحاجه دي هو عامل عليها كوبي رايت. لو هو عامل عليها كوبي رايت، احنا يعني في قوانين السوشيال ميديا لو الحاجه دي عليها كوبي رايت والشخص المأذي اللي هو صاحب الحاجه دي بلغ عنها، الشركه بتقوم مسحه الوسائط دي او بتقوم مسحه المعلومات دي عشان تبقى تكون موجوده عند المصدر الوحيد اللي هو صاحب الحاجه، الا لو الشخص ما اشتكاش، هو سايبها مثلا عند حد او هو سامح من ضمن اعدادات النشر ان هو حد ياخد الفيديو ده يعمل له ريميكس او ينزله عنده او يعمل له ريبوست او يعمل له ريتويت ايا كان بقى دون اذن. بيقول لك العلامه الجغرافيه، الجيو تاجنج. الجيو تاجنج دي حاجه خطيره جدا وبقت موجوده في اغلب التليفونات الريدمي والاوبو والتليفونات الاندرويد بشكل كبير، بقت موجوده، اللي هي بيقول لك معلومات تتضمن خطوط الطول ودوائر العرض ماشي المضمنه في الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها بالهواتف الذكيه، اللي انا زي لسه بقول لك الاوبو والريدمي والشاومي والكلام ده، والهواتف المحموله. هناك خطر التعرض للتحديد وكشف عن موقعك، مثل تحديد موقع منزلك بناء على الموقع الذي تم التقاط الصوره فيه. يعني انت لما بتيجي كده تتصور صوره وتلاقي مكتوب تحت التاريخ، وبتلاقي مكتوب تحت ممكن المكان اللوكيشن اللي انت متصور فيه، وبتلاقي اسم الجهاز مكتوب، خلي بالك من النقطه دي. لو بيقول لك لو في حد بيراقبك او في حد محتاج ان هو يعرف مكانك او في حد مستني يشوفك انت فين دلوقتي، ممكن ان هو يأذيك بطريقه ما. عشان كده لازم تخلي بالك وما تنزلش او تقفل الخاصيه دي من تليفونك، تقفل الجي بي اس من خلال الصور ان هو يوصل للصور عشان ما تتأذيش او ان حد يعرف مكانك او ان حد يحدد موقعك ويوصل لك ويعمل يكون في مشكله ليك يعني. طب الحاجه اللي بعد كده بيقول لك المعلومات المضلله والشائعات اللي هي الديس انفورميشن اند رومرز. طيب بيقول لك معلومات كاذبه يتم نشرها عمدا او شائعات لا اساس لها، زي الناس اللي بتقعد تنزل حاجات ملهاش اي صحه من الواقع. محمد صلاح اتجوز جورجينا، كريستيانو رونالدو راح الاهلي، الزمالك يتعاقد مع ميسي 5 أعوام بدون مرتب، وما هو عشان هو كان زملكاوي. اصل 10 حاجات ما شفتهاش من سنه 2010 او ما تعرفهاش عن ميسي حصلت له في 2010. جورجينا تخون ميسي مع محمود نبيل دونجا، فاهم يعني. الحاجات دي شائعات مضلله ملهاش اساس من الصحه. يبقى هي دي المعلومات المضلله والشائعات. المشاكل التي تحدث مع الهواتف الذكيه ووسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا بيقول لك خدمات توفر، ده تعريفها يعني، هنا بيقول لك التعريف بتاعها خدمات توفر منصات حيث يمكن للافراد التواصل مع بعضهم البعض على الانترنت، ده تعريف السوشيال ميديا. المشاكل هي من اولها ادمان الانترنت، وانت صاحبي صباح الفل يعني بسم الله الرحمن الرحيم بتصحى ماسك التليفون، نايم بتمسك التليفون، لو صحيت تشرب بتبص على النوتيفيكيشن، مش يعني خاربها يعني التليفون بس ما بتسيبوش غير وهو في الشاحن وبرضه بتمسكه، تقعد عامل لك يعني من قوانين البيت اغنى واحد في البيت اللي عنده فيشه جنب السرير، ده اغنى واحد في البيت. الباقي كلاب ضاله ماشيه في البيت عشان هم ما عندهمش فيش. ده من خطوره السوشيال ميديا او من ادمان الانترنت. بيقول لك حاله يصبح فيها الشخص منغمسا بشكل مفرط في الانترنت الى درجه تعطيل الحياه اليوميه، صلاه بتعدي وهو ولا دريان، والدته تطلب منه حاجه مش مشكله، يروح الدرس يطلع بره بسبب ان هو ماسك التليفون، ماشي في الشارع ماسك التليفون فممكن يخبط في حد. فخلي بالك ان انت التليفون ما يعطلكش عن الحياه اليوميه، التليفون ده فيه حاجات بتدسلك فيه عشان خاطر ان انت تبقى بني ادم عامل كده، بني ادم كسول، تبقى بني ادم مدمن، بني ادم مش عايز تنتج، تبقى بني ادم مستهلك. لما تلاقي ان في سلعه مجانيه اعرف ان انت المنتج، اعرف ان انت السلعه. لما تلاقي حاجات الناس بتديها لك كده بدون مقابل بشكل مجاني اعرف ان انت المقصود وان انت السلعه. فخلي بالك الموضوع ده مش هيفيدك بحاجه. كم من الناس اللي بتمسك التليفونات وما بتوصلش لحاجه او بيفضل يومها كده يعدي وهي مش عارفه اليوم عدى في ايه او ان هي استفادت باليوم في ايه. قسما بالله ان انت تبقى منتج ده اللي بيخرجك بره الاكتئاب. ان انت تكون مثلا بتذاكر او بتعمل اللي عليك او بتعمل الحاجات المطلوبه منك، مصلي ال5 فروض بتوعك، ده كده اللي بيوصلك لان انت تكون نفسيتك مرتاحه.
ان انت بتنتج حاجه، ان انت تعمل حاجه في المجتمع، ده اللي بيخليك مستريح كده، ان انت تكون شخص محترم، شخص الناس بتمدح فيه، شخص اهله شايفينه قدوه وشايفينه راجل يعتمد عليه، او بنت مسؤوله. ده اللي بيخليك مهم، وده اللي بيخليك محترم، وده اللي بيعمل لك قيمه في المجتمع. طيب بيقول لك استخدام الهاتف الذكي اثناء المشي، ده من ضمن الايه؟ ادمان الانترنت او من مشاكل ادمان الانترنت. بيقول لك using smartphone while walking. طيب الجرائم الالكترونيه اللي هي السايبر كرايم. طيب دي الجرائم الالكترونيه تعرفها اساءه استخدام اجهزه الكمبيوتر والشبكات في الانشطه الاجراميه. لما اجي امسك التليفون وابتز واحد صاحبي بان انا هبعت صورته هو على القهوه لامه، كده ده اسمه ابتزاز. انا كده اسات استخدام اجهزه الكمبيوتر والشبكات والهواتف المحمول بقى، ايا كان بقى اي حاجه خاصه بالانترنت والكلام ده. طبعا صاحبك اللي قاعد بيدخن ده طبعا ده سلوك مش كويس، ولكن انت ما ينفعش ان انت تروح تعمل حاجه زي كده. ممكن تروح تقول لامه من غير ما انت مثلا ايه تصوره او تبتزه بالصوره، انت كده بتبتزه مش عايز تنصحه. او واحد يعمل حركه مش كويسه ويمسك صور على بنت ويبدا ان هو ينشر الصور دي، او يقول لها انشرها، او هعرف والدك، او مش عارف ايه، وهو كان محسسها ان هو بني ادم يعني بيحبها جدا وان هي خلاص مراتي، والكلام ده غلط جدا، والكلام ده بقى القانون بيحاسب عليه. فخلي بالك واحترم نفسك ولم الدنيا، عشان انت لو ما عندكش اخوات بنات، لو هتقول لي انا ما عنديش اخوات بنات، انا اخواتي ولاد، او انا وحيد ابويا وامي، فانت هيبقى عندك بنت فيما بعد، هيبقى عندك زوجه، هيبقى عندك والدتك، عندك ناس ممكن يتخلص فيك انت شخصيا. فاحترم نفسك ولم الدنيا، وما تبداش ان انت تكون وسيله ان انت حد يبص لك بصه مش كويسه، ان هو شايفك بنت تستصغرك او تنزل من نظرها. هي طبعا غلطانه، فانت برضو خلي بالك ان انت ما يبقاش اي حد يقول لك اي حاجه تمشي وراها. طالما الشخص ده انت شايفاه مش مسؤول، شايفه ان هو احنا لسه بدري على خطوه الجواز، فانا هو بيكلمني اصلا دلوقتي ليه، او انا اكلمه دلوقتي ليه، اركز في مستقبلي. انت عندك ابويا وامي، روح اتقدم لهم خلاص، الموضوع يخلص ايه في البيت، بحيث لو حصل اي حاجه فوالدك او والدتك يقدروا يتصرفوا. خش على النقطه اللي بعد كده، وهي انتحال الشخصيه. انتحال الشخصيه هو قيام شخص اخر بانتحال شخصيه فرد او مؤسسه لسرقه هويات او كلمات مرور. لما يجي حد يقول لك انا من البنك الاهلي المصري او انا من البريد واديني بياناتك وابعت لي الباسورد بتاعك، عايزين اني اكتب الفيزا، عايزين نجدد البيانات، عايزين نراستر الراوتر، اي حاجه بقى من الكلام العبيط اللي احنا ايه بنشوفه ده. يبعت لك عمك في البلد مش عارف ايه، انا عمك والبلد ده لقينا حاجه اثار وعايزين شخص امين. فوقك من الكلام ده وخليك واعي. يجي لك مثلا رساله من البريد يقول لك الرساله دي خش اكتب البيانات عشان خاطر ان في اوردر جاي لك، فلازم تخش. فوقك من الكلام ده، مفيش اوردرات ولا حاجه. تيجي مثلا ممكن تيجي صدفه معاك ان يبقى في اوردر مثلا بجد، فانت تفتكر ان هو ده خاص بالشركه، ولكن محدش بيطلب منك بياناتك. ما تديش لحد بياناتك او معلوماتك الشخصيه او الكلمات السريه بتاعتك. لازم تكون في الشركه نفسها، لازم تكون على موقع هو قافل البيانات، موقع انت عارف ان هو فعلا متاكتف. فما توصلش ان انت يضحك عليك من حوار انتحال الشخصيه ده، عشان دي من مشاكل وجرائم الانترنت. فجرائم الانترنت ان شخص بيعمل نفسه ان هو شخص اخر. انا هعمل نفسي ان انا محمد صلاح، هعمل نفسي ان انا فلان، هعمل نفسي ان انا ممثل كبير وابدا ان انا اخلي الناس تبعت لي فلوس، هعمل نفسي ان انا عامل حفله فاخلي الناس تبعت لي فلوس التذاكر، هعمل نفسي ان احنا شركه وهنكسب ناس ايفونات وهيخلي الناس تخش تشترك مثلا، او تخليهم يعملوا فولو او سبسكريبشن على قناه معينه عشان خاطر ان احنا هنكسبهم، وانا منتحل اصلا شخصيات ناس تانية والناس دي ولا تعرف اي حاجه عن الاعلان ده. طيب اللي بعد كده بيقول لك تسريب المعلومات الشخصيه، وهي عندما يتم الكشف عن المعلومات الشخصيه التي يجب ان تظل سريه لطرف ثالث. يعني لسه قايل لك ان انت ما ينفعش اللي هي الحاجات اللي هي عشان خاطر ما حدش يهكر اكونت ليك، فما ينفعش ان انت تكتب الاكونت الباسورد بتاعك عند حد، ما ينفعش ان انت تنزل يعني معلومات سريه بتاعتك، ما ينفعش ان انت تنزل مثلا حاجه خاصه برقم بطاقه ضريبي، حاجه خاصه بكلمه سر بتاعت البنك، ما ينفعش مثلا تنزل باسورد فيزا او تنزل الرقم الحساب البنكي بتاعك، ما ينفعش تنزل رقم تليفونك لو انت عامله برايفت ومش عايز حد يتصل بيك، فما ينفعش تنزله على الانترنت، ما ينفعش تنزل رقم لوالدتك، ما ينفعش تنزل رقم لاختك، ما ينفعش تنزل حاجات معلومات ما ينفعش ان حد يعرفها فتبدا تنزلها على الانترنت، فيبدا ان طرف ثالث يستخدمها او يتم الابتزازك اصلا بيها، ويبدا الربط هنا ما بين تسريب المعلومات الشخصيه لو انت سربتها، وبين انتحال الشخصيه، وبين
اساءه استخدام الاجهزه الكمبيوتر اللي هي الجرائم الالكترونيه. لو انت اخدت الخطوه دي فانت بتسهل على الناس اللي هم بيعملوا الخطوتين دول ان هم ينتحلوا الشخصيه وان هم يعملوا جرائم انترنت من خلالك. فما تبداش ان انت تجري ورا حوار ان انا اي حاجه تحصل لي او مصورها، اي حاجه مش عارف ايه او منزلها، اي خطوه في حياتي او منزلها. خلي معلوماتك السريه لنفسك واستعين على قضاء حوائجك بالكتمان، ما تخليش ان حد يعرف عنك حاجه. بكده نكون خلصنا الدرس الثاني. ان شاء الله هتنتظروا الحل، وانتظروا حل التقييم الثاني بتاع الاسبوع. احنا ما حليناهوش ليه بدري؟ عشان احنا الجزئيه بتاع اللي موجوده فيه احنا لسه ما شرحناهاش، فما حبيتش ان انا انزلها. لسه الناس حاسه ان هي اصلا لسه مش مهتمه في المدارس، الناس اصلا مش طالبه تقييمات دلوقتي، فاحنا هنشرحها او هننزل التقييم قدام شويه، نكون خلصنا على الاقل جزء من الوحده الثانيه. ان شاء الله الفيديو الجاي هيكون الحل على الدرس ده، وبعد كده على طول هتلاقي هنتقدم شويه او هنجري شويه عشان نخلص الجزء اللي احنا فاتنا من خلال المنهج اللي هو الوزاره مقرراه. طيب بعد كده هنبدا بقى نشتغل على الجزء العملي. اول ما حضرتك تستلم التابلت عشان تكون معايا خطوه في خطوه تطبق معايا الحاجات اللي انت هتشوفها من خلال المنصه بتاعه الوزاره. انا هكون فاتح لك، انا هشرح لك الاول الجزء اللي انت هتفهمه او محتاج تفهمه، وبعد كده هنخش انا وانت من خلال التابلت او الايباد او السمارت او اللابتوب، وابدا معاك على المنصه واحده واحده، افهمك هو محتاج منك ايه، وافهمك لو في حاجه انت مش فاهمها اعمل لك عليها يعني ملحوظه، لو في حاجه انت محتاج تفهمها بشكل اوسع ابدا ان انا افهمك، لو في نقطه محتاجين نتطرق ليها من بره المنصه مش حطاها معتمده اللي انت خدتها في سنين قبل كده، فانا هيبقى دوري ان انا اوضح لك المعلومات دي كلها باذن الله. الماده او الجزء الخاص بالمنصه ده جزء نظري مهم وهتمتحن عليه، وعليه 70% من الدرجه او درجه النجاح بتاعته من 60%. ولكن الجزء بقى الاهم هو الجزء البرمجي اللي هو خاص بالمنصه، اللي هيوصلك ان انت تعمل العاب او تعمل موقع او تعمل ابلكيشن باذن الله. الكلام ده اللي الوزاره مخططه له، واللي البرنامج هيسعى ان هو يوصلك او المنصه هتسعى ان هي توصلك ليه المرحله دي. فاحنا نصبر ان شاء الله، هيكون كل حاجه مجانيه على القناه هنا. اشوفكم دايما بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.